اللي حصل ان انا كنت بلم زباله زي ما انت شفت كده اهو، واحد بتاع بابا وماما وهو معدي راح رامي الكنزايه، بعد ما شرب الكنزايه رماها في وشي. زعلني اني رحت له اقول له يا ابني انت بتعمل ليه كده؟ قال لي ده شغلانتك وانت وكده عشان تلموا الزباله بتاعتنا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسالك سؤال في برنامج؟ السؤال ايه يابا؟ اسالك بس سؤال في برنامج هنا، احنا بنصور هنا. لا يابا اطفي الكاميرا دي، انت ضحك عليها الناس، تتريق عليها. انا بلم زباله. ليه هضحك عليك الناس ليه بس؟ انت بتصورني وانا بلم زباله يعني، وانا بتاع عايز ايه بالظبط؟ ايه يعني المشكله لما تلم زباله يعني؟ انا بتريق عليها يعني. حاج هات يا عم الكاميرا دي ثواني. ده انا هسالك سؤال عادي بمناسبه ان احنا في اخر السنه، عاوزين نعرف اكتر موقف كوميدي حصل لك السنه دي. هو والله يا ابني مش كوميدي، هو موقف يعني محرج. انا كان هين عليا ارمي نفسي في البحر او اروح ارمي نفسي قدام قطر. ايه يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كنت بلم زباله زي ما انت شفت كده اهو، واحد بتاع بابا وماما وهو معدي راح رامي الكنزايه، بعد ما شرب الكنزايه رماها في وشي. ما في وشك ليه يعني؟ استهتار وتريقه عليا وانا قاعد هو وزمايله اللي ماشيين معاه. ليه عمل كده يعني؟ انا عايز اعرف السبب. بتاع بابا وماما يعني متجلع بيضحك على الناس اللي قاعده في الشارع. فرفور يعني؟ فرفور. كان عين عليا والله اروح ارمي نفسي في البحر معلش يا حاج، والله انت قد الدنيا والله. طب انت بتعيط ليه؟ على الحل. والله انتوا شرف لاي حد. المنظر اللي حصل لي يعني ما كانش احب ان يحصل لي المنظر ده، ان عيل قد عيالي يعمل معايا المنظر ده. انت واحد شغال بتشتغل شغلانه نظيفه ومحترمه، هو بالتريقه بقى عليه عاوز يضحك هو واصحابه اللي معاه. لا والله انت قد الدنيا زي ما انت بتقول، هو بتاع بابي ومامي. اللي مزعلك بقى انت؟ اللي زعلني اني رحت له اقول له يا ابني انت بتعمل ليه كده؟ قال لي ده شغلانتك وانت وكده عشان تلموا الزباله بتاعتنا. في ناس بتعمل كده. المنظر اللي حصل يعني المنظر اي حد مش هيرضاه على نفسه، لو ابوه هو هيعمل كده فيه يعني. انا بجد يعني انا مش عارف اقول لك ايه، الناس دي اصلا ملهاش لازمه في الحياه. انا معايا عيالي بوكلهم وبشربهم من الشغلانه دي، معايا 6 عيال، اعمل ايه طيب؟ احنا من غيركم مش هنعرف نعيش بجد. الله يخليك يا ابني، انت تقول كده بس غيرك ما بيقولش كده. لا والله انتوا على دماغنا ولازم نعاملكم احسن معامله، يعني بدل ما ترموا مثلا الكنز في الباسكت رماها في وشي، رماها في وشي وانا قاعد. انا مش عاوزك تزعل نفسك واحنا نشيلكم على راسنا من فوق. الله يخليك يا ولدي. انا كنت جاي افرحك والله. تفرحني بيه بس. هسألك سؤال، لو جاوبت عليه هتكسب جايزه ماديه. انا مش عايز فلوس، انا نفسي فيه اعمل عمره وازور الكعبه قبل ما اموت، فتقدر تعملها لي كتر خيرك وبارك الله فيك. نفسك تعمل عمره؟ نفسي يعني ده الحاجه اللي انت عاوزها في نفسي حياتك؟ فيها طول عمري اني اعمل عمره. وانا كل اللي اقدر اعمله ان انا اوصل رسالتك للناس. في ناس كتير بتشوف الفيديو ده بتعمل الخير كتير، فلو اي حد يقدر يخليه يعمل عمره فتواصلوا معانا واحنا هنوصلكم بيه باذن الله، تحقق كل امانيك. الله يخليك. الله يخليك. احنا معاك. الله يخليك عليه. الله يخليك. انا عاوز اوصل رساله قبل ما نقفل الفيديو. يا ريت يا جماعه بدل ما ترمي الكنزايه او اي حاجه في الشارع ترميها في الباسكت، لان النظافه من الايمان واحنا المفروض نشيل عمال النظافه دول على راسنا.